أعزائنا الزمهلاوية والزمهلاويات، أهلا بيكم وفيديو جديد من قناة الزمهلاوي. في البداية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولايك حلو كده وشير وكومنت ونفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. البداية من النادي الأهلي مع كولر عقده بيمتد مع الأهلي للصيف اللي جاي صيف 24، لكن الجديد بقى والخبر الحلو ان مدوا العقد كمان سنة. يعني إدارة النادي الأهلي نجحت انها توقع مع كولر كمان سنة، يعني عقد كولر هينتهي في صيف 25، وده خبر جميل للاهلاويه. الراجل ده مستقر فنيا وعامل احلى انجازات، يعني عامل انجازات، خد كل البطولات، قش كل البطولات، مفيش حاجه فلتت منه، فده خبر جميل للاهلاويه ان في استقرار فني. الخبر الثاني بيخص برضو كولر، ان كولر مش عايز محمد شكري لاعب الاهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، مش عايزه. تعرف بقى ما تعرفش، يعني وجهه نظر فنيه، هو حر، مش مقتنع، هو مش عايزه، فهيخليه في سيراميكا ممكن يمد العقد. بيجهز احمد نبيل كوكا وبيجهز كريم الدبيس علشان يكونوا مكان علي معلول في الباك الشمال، ومعاهم كمان كريم فؤاد، بس كريم فؤاد لسه ما يرجع كده لسه شويه، فالثلاثه دول هيبقوا البديل لعلي معلول. علي معلول بقى يمشي ما يمشيش، الدنيا لا قدر الله اصابه، هم الثلاثه دول. الخبر الثاني الجميل للاهلي ان سوزا خلاص قرب من الاهلي، المفاوضات قربت تنتهي والدنيا هتمشي خلاص. سوزا طبعا بيلعب في النادي كوري، وسوزا ده برازيلي اصلا ولاعب كويس جدا ولاعب ممتاز، والدنيا كلها كل التقارير بتشكر ان اللاعب ده حاجه هتبقى فخامه الفخامه، يعني حاجه كويسه. فاللاعب له رغبه ورغبته اكيد انه يلعب للاهلي، فده اثر على النادي الكوري وخلى النادي الكوري يتنازل شويه. يعني النادي الكوري كان طالب مبلغ، لكن دلوقتي ممكن يدفعوا، يعني ممكن الاهلي يدفع للنادي الكوري 800,000 دولار 900,000 دولار، تحت المليون دولار، تحت المليون دولار، وده بناء على رغبه سوزا عايز يجي الاهلي. طبعا الاهلي نادي يعني مسيطر على افريقيا ومسيطر على مصر في البطوله، فطبعا حلم لاي لاعب انه يجي النادي الاهلي. الخبر اللي بعد كده من النادي الاهلي برضو ان خالد بيبو خلاص، يعني طلع خبر كده ان محمد شريف موضوع لعبه في الخليج السعودي خلاص، الموضوع تقدر تقول ان الموضوع ايه، خلاص، يعني محمد شريف قاعد في الاهلي، خلاص قاعد في الاهلي. الموضوع اللي بعد كده القندوسي زعلان جدا ومش عاوز يمشي وعاوز يقعد في الاهلي، لكن الاهلي عايز يطلع، الاهلي هيطلع مين؟ هيطلع علي معلول ولا ديانج ولا بيرسي تاو ولا رضا سليم ولا القندوسي؟ والقندوسي الخامس علشان يجيب سوزا. فبيقول لك انا لسه ما اثبتش نفسي وانا عايز اخد فرصتي، انا ما ثبتش نفسي، هتمشوني ليه؟ انا مش عايز امشي. فعايز يعمل حاجه، يعني يحط العقده في المنشار للنادي الاهلي علشان يضايق الاداره، لانه ما لحقش يثبت نفسه. اشمعنى انا اللي اطلع؟ ما احنا قلنا يا عم، انت يعني بيرسي تاو هيطلع اللي بدا يمشي 100 ولا ديانج ولا علي معلول ولا رضا سليم؟ انت الخامس. فدلوقتي اللي هيطلع القندوسي هيطلع، واحتمال كبير قوي نروح سيراميكا كليوباترا، النادي اللي هياخده سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره، ده اللي قدام القندوسي. تمام. خبر تاني كهربا طبعا عارفين هو امح الدولي، ربنا يشفيه يا رب، يعني بنتمنى له الشفاء العاجل. امح كان عنده مشكله في المخ ودخل في غيبوبه، فكهربا راح له قاعد معاه في المستشفى والدنيا الحمد لله تمام، وامح فاق من الغيبوبه والدنيا بدات تظبط معاه. دي علاقات يا جماعه انسانيه، يعني كهربا سيبك من رياضيا، عامل مع الزمالك القصه والغرامه، احنا بنتكلم انسانيا على الجانب الانساني. كهربا معروف يعني في الجانب الانساني هو امح، الدنيا معاهم زي الفل. تمام. معانا ايه تاني يا جماعه بس عشان ما ننساش؟ نادي بيراميدز بيخلص محمود مرعي من فيوتشر. بيراميدز بيخلص محمود مرعي من فيوتشر. بيراميدز ومحمد رضا بوبو في السكه، محمد رضا بوبو في السكه ومحمود مرعي من فيوتشر، وقبل كده خد اسامه نبيه، وخدت سيف فاروق جعفر. ايه يا عم يعني، وخلص مصطفى فتحي. بيراميدز السنه الجايه داخل علينا بصدر مفتوح، يعني بيراميدز السنه الجايه هينيم، مش عارف بقى، بس على مين؟ يعني مش هياكل مع الاهلي وهيخبط في الزمالك، يخبطوا بعض يعني، بس بيراميدز داخل بسكواد رائع، يعني احلى سكواد فيك يا مصر بيراميدز. الخبر بقى اللي معانا من نادي الزمالك،
نادي الزمالك عين جمال عبد الحميد مشرف على الكوره. الكابتن العظيم، كابتن مصر في كاس العالم جمال عبد الحميد، تختلف مع فكره ما تختلفش، لاعب عظيم جمال عبد الحميد الراس الذهبيه، اتعين مشرف على الكوره. جمال عبد الحميد والعهده على الراوي قال ان الزمالك جايب 3 صفقات ناريه. انا لسه امبارح بنقول مفيش صفقات وفين الصفقات، قال لك فيه 3 صفقات ناريه. فاحنا مستنيين يا عم جمال، احنا مستنيين، نتمنى الفرق كلها تبقى اتقل من بعض عشان يشوف دوري قوي. يعني عايزين الاهلي يدغدغ الدنيا والزمالك والبيراميدز ونشوف ماتشات روعه، عايزين نشوف مواجهات ناريه، عايزين ده يفوز على ده وده يفوز على ده وده كده، مش عايزين حد يفوز بس الاهلي عمال يفوز، لا مش عايزين الزمالك يقع، مش عايزين بيراميدز يقع، عايزين الثلاثه مع الاسماعيلي مع المصري مع كله يطلع ويشد حيله عشان يطلع لنا دوري قوي. الحاجه اللي معانا من نادي الزمالك برضو ان محمد عبد الشافي تم اقناعه انه يقعد. ليه بقى؟ عبد الله جمعه خلاص ماشي رايح سموحه تقريبا، وما فاضلش في الجبهه الشمال غير فتوح اللي يقال انه يعني مش هيعمر قوي، مش هيقعد قوي لانه مخنوق وعايز يمشي، فما فاضلش غير فتوح وحاتم سكر. فطبعا عبد الله جمعه ماشي، فيا عم عبد الشافي اقعد، فعبد الشافي وافق وتم تسجيله في القائمه الاوليه لنادي الزمالك. فهل عبد الشافي هيقعد؟ عبد الشافي طبعا لاعب اخلاق الدنيا، ولاعب ادى مصر وادى الزمالك كتير، ومحدش يختلف لا جمهور اهلي ولا جمهور زمالك على عبد الشافي. الحاجه اللي بعد كده من نادي الزمالك برضو احمد دعبس كان قدم استقالته من مجلس اداره نادي الزمالك، رجع فيها تاني، رجع في الاستقاله تاني. احمد دعبس بيقول محدش اقنعني ومحدش ضغط عليا ومحدش، وبيشكر الناس وبيشكر رئيس نادي الزمالك وبيشكر الاعضاء وبيرجع تاني، عدل عن استقالته. من نادي الزمالك برضو يقال ان فيه صلح بين مرتضى منصور وبين وهدان عضو مجلس اداره اللي مشوه شطبوا عضويته. فهل الزمالك بيصلح من جوه؟ هل في ضغط من وزير الشباب مثلا؟ هل في ضغط من الحكماء؟ هل في ضغط من الجمعيه العموميه ان احمد دعبس يرجع ووهدان يرجع والزمالك يشد حيله؟ يعني انا بصراحه مش عارف، فالايام اللي جايه هتقول الكلام ده. تمام. الحاجه برضو اللي معانا ناصر منسي انا شايف انه لاعب كويس، وشايف ان ناصر منسي لاعب جاي، لكن انا ما اعرفش اوزوريو مش عايزه ليه. يعني اوزوريو بيقول لك لا ايه يا عم، هو انت جربته؟ ان انت خدت البطوله العربيه ما نزلتوش خالص، وبتنزله في مصر يجيب لك جون واثنين. فانا مش فاهم اوزوريو ماله ومال ناصر منسي، لكن الاداره بتقول لك لا احنا هنقعده. يعني بص بقى التخبط، هنقعده. الراجل بيقول لك مش عايزه، لا بيقول لك انا هنقعده. وانا شايف ان ناصر منسي كويس بس ما خدش فرصته. ده خبر من داخل نادي الزمالك. الخبر اللي بعد كده عمرو ورده انتقل الى نادي الرجاء المغربي، ويقول لك انا رايح سارتدي اعظم تيشيرت في العالم. هو حر طبعا، نادي الرجاء المغربي على راسنا وعلى فوق، يعني نادي عربي والمغرب العربي الشقيق، ونادي الرجاء المغربي ونادي الوداد والانديه المغربيه على راسنا. فهو شايف ان نادي الرجاء اعظم نادي واحسن نادي في الكون. حاجه تشرفنا برضو النادي الرجاء يبقى نادي جديد ينتقل فيه. ليه عمرو ورده كان جاي من قبرص رايح للمغرب، فعمرو ورده انتقل الى نادي الرجاء المغربي. وقلما تجد لعيبه مصريه في الدوري المغربي. احنا شفنا تونس قبل كده وشفنا انديه ليبيه، لكن ما شفناش كتير انديه مغربيه. فعمرو ورده بينتقل الى المغرب. دي كانت اخبارنا النهارده. ما تنساش لايك وكومنت وشير وتشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.